بعد ما رجع من الطائف. الرسول في عودته من الطائف بين الطائف وبين مكة في شعاب كده أعلى الجبل اسمها شعاب نخلة، اسمها إيه؟ وادي نخلة، أماكن كده أو مكان كده اسمه وادي نخلة. كان موجودين والرسول صلى الله عليه وسلم يعني بيبحثوا عن الرسول يعني قبيل الفجر، فالرسول صلى الله عليه وسلم اختفى تماما مش موجود. فبيدوروا الرسول فين الرسول فين، حتى ان سيدنا عبد الله بن مسعود بيقول ان اليوم ده من اصعب الايام اللي مرت عليه، كانوا خايفين الرسول تم اغتيال والرسول راح فين. فطبعا قعدوا يبحثوا ويدوروا اللي هم لم يحصلوا على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. راح فين الرسول صلى الله عليه وسلم؟ الله سبحانه وتعالى امره بان يلتقي بمجموعه من الجن. ربنا سبحانه وتعالى بعث له مجموعه من الجن وقال له يا سيدنا النبي يا حبيبي يا رسول الله هتلتقي بمجموعة من الجن دي. ليه هيلتقي بهم الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هيدعوهم إلى الإسلام، هيعرض عليهم الإسلام وهيعرض عليهم آيات من القرآن. شوف اللي حصل. الرسول صلى الله عليه وسلم بالفعل قابلهم في الوادي اللي هو اسمه وادي نخلة ده، اللي هو اختفى عن سيدنا عبد الله بن مسعود وبعض الصحابه اللي حاليا موجود في اي مكان في السعوديه. موجود تقريبا يعني قبل بين الطائف وبين مكه. بين الطائف ومكه يعني بين الطائف. لان اصلا الواقعه دي حدثت للرسول صلى الله عليه وسلم اثناء عودته من الطائف، وانت عارف الرسول صلى الله عليه وسلم لما راح يدعو الناس للطائف يعني قابلوه بالايذاء وبالحجاره ومش الواقعه دي حصلت. الرسول صلى الله عليه وسلم وهو راجع طبعا اخذ بعد الوقت فارتاح في مكان كده وادي اسمه وادي نخله. الرسول صلى الله عليه وسلم ريح فيه يعني نوع من انواع التسويه عنه من الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى ربما الله سبحانه وتعالى يريد أن يطيب خاطره، يريد أن يبين له أنه يعني منصور بإذن الله في الدنيا، وإن لم يكن منصور بالإنس سينتصر بالجن. طب ننتقل إلى سؤال آخر. ما لسه ما قلناش اللي حصل مع الرسول صلى الله عليه وسلم في الوادي نخلة، اللي هو الوادي ده مهم جدا. اللي حصل الرسول الله صلى الله عليه وسلم في وادي نخلة ده الجن قابله. الرسول صلى الله عليه وسلم قعد بقى الرسول صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن بصوته الجميل ده. تخيل انت لو واحد صوته عذب او صوته جميل بيقرأ في مكان او حلو، حتى لو في شهر رمضان هتروح انت تجري وتروح تسمع له. صحيح. انما دول سمعوا القرآن من مين؟ سمعوا القرآن من فم من انزل عليه القرآن صلى الله عليه وآله وسلم. سمعوا القرآن من فم من انزل عليه. ايه اللي حدث للجن ده؟ الجن ده اسلم، ومش بس اسلم، ده الجن ده رجعوا إلى قومهم دعاة إلى الله سبحانه وتعالى، يدعو أقوامهم من الجن إلى عبادة الله سبحانه وتعالى وإلى طاعة الله سبحانه وتعالى وإلى التمسك بالطاعات وإلى ترك المنكرات. الحياة كده رجعوا يعني دعاة، رجعوا زينا زي المهتدين الذين يعني يعملون بكل جد وبكل اجتهاد لقومهم، ودي الحقيقة. وقالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. يعني ده معناه ان هم كانوا على علم بكتاب موسى. هم اللي قالوا بالأديان اللي فات. لما رجعوا بقى لقومهم للجن، العالم الجن العاصي، علشان يهدوهم. وهم أهدوا قبائل كثيرة جدا وأهدوا أقواما كثيرة جدا من الجن وناس كثيرة جدا. فرجعوا لقومهم قالوا إيه؟ بيقولوا القوم بتاعهم إيه؟ يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى. بيتكلموا على الآيات اللي سمعوها من الرسول صلى الله عليه وسلم. أنزل من بعد موسى يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. وبالفعل كانوا خير سفراء إلى يعني أقرانهم من الجن، وبفضل قراءة الرسول صلى الله عليه وسلم للقرآن، وبفضل أن الرسول صلى الله عليه وسلم قابلهم. لأنه لو حد يعني لو إنسان آخر أو لو بشر آخر وكلف بهذه المهمة ربما لا يستطيع القيام بها. يعني أنا أتخيل أن واحد يقول لك أنت معادك النهاردة أو معادك بكرة أنك تقابل مجموعة من الجن، فالحقيقة لكنه رسول الله صلى الله عليه وسلم